بدأنا السنة الجديدة بخبر جديد عن قضية جيفري أبستين، اللي هي قضية أصلا يعني شغلة بال الرأي العام من 2019. فقلت ليه ما اعملش فيديو عن الموضوع، بما ان كل اليوتيوبرز اللي ليهم في الموضوع ولا مالهمش في الموضوع اتكلموا. وليه مسلطش الضوء على حاجة معينة واللي هتعرفوها في آخر الفيديو. فدي حلقة عن قائمة جزيرة المتعة وزوار جزيرة المتعة، من السياسيين بقى الممثلين، يوه ناس كتير. بس انا هحط ايدي على اكتر ناس مهمين في اللحظات الحالية والفترة الاخيرة يعني. بس خلينا نبدأ. بيل جيتس الملياردير والرئيس التنفيذي لمايكروسوفت سابقا. ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية. كاثرين روملر محامية البيت الأبيض في عهد باراك أوباما. وودي ألين مخرج أمريكي. بيل كلينتون رئيس أمريكي سابق. إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق. الأمير أندرو شقيق ملك بريطانيا الحالي تشارلز. ساندي برجر مستشار الأمن القومي السابق لبيل كلينتون. كيفن كوستنر الممثل الأمريكي. أوبرا الإعلامية الأمريكية ومقدمة البرامج الشهيرة وصاحبة الأعمال الخيرية. ستيفن هوكينج عالم الفيزياء الأمريكي. الملياردير توماس بريتزجر. مغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون. جلين دوبن الملياردير. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق. جان لوك وكيل عارضات أزياء فرنسي. ألان دريشويدز محامي ودكتور بجامعة هارفارد. ليوناردو دي كابريو الممثل الأمريكي. كيت بلانشيت الممثلة الأسترالية. كاميرون دياز الممثلة الأمريكية. بروس ويلس الممثل الأمريكي. كيفن سبيسي الممثل الأمريكي. توم هانكس الممثل والمخرج الأمريكي. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الحالي. ريتشاردسون الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو. وفي غيرهم كتير. وفي كمان اللي بيقولوا ان في عرب متورطين. وفي كمان اللي بيقولوا ان في حكام عرب متورطين. وفي كمان اللي بيقولوا ان محمد بن سلمان الامير بتاع السعودية متورط. وفي كمان عدة مغنيين وممثلين، بس يعني القائمة تطول ومش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. كل اللي انا عاوز اقوله بس ان كل الناس لو في عرب فهم لا يمثلون، وهم عارفين ان هم لا يمثلون بأدنى شيء يعني. آه وان ناس كتير من الاحتلال الإسرائيلي موجودين في القائمة دي، ده معناه ان الصهيونية غلط. يعني انت لو عربي صهيوني، واشك ان في حاجة زي كده، يعني اعتقد ان كل دول ذباب الكتروني، ولو هما مش ذباب الكتروني فهم ذباب عامة. اعتقد ان دي حاجة توضح لك شوية انت بتفكر في مين ان هو شخص كويس. وبالنسبة للحكام الامريكيين، واللي اكيد في منهم ناس حاليين برضو، بس مفيش حد هيقدر يقول بقى ده غلط وده كخ، عشان ما ينفعش يقول ده غلط وده كخ عشان هيروح ورا الشمس. ف كل اللي اقدر اقوله دلوقتي ربنا ينصر المظلوم وهيتم نصره بإذن الله. والقائمة دي ما بتبينش حاجة سوى ان الغرب اللي انتوا شايفينهم كويسين وحلوين ومقطقطين دول ما هما غير شوية أوساخ. أوساخ لدرجة كبيرة ان انت تخش في جزيرة وتقعد تلعب في شوية كسرات، هيجيلك اليوم اللي هتلاعب فيك يا صاحبي. هتموت وعيالك هتلاعب فيهم بعيدا عن كده يعني. بس انت هتلعب فيك في نار جهنم، هيتلعب فيك لعب. يا نهار ازرق على اللعب اللي هيتلعب فيك. بس دي كانت حلقة النهاردة.
مفيش سكريبت، واسف لو غلطت في بعض الاسماء فهم لا يعنوني اي شيء. بس see you later. Peace.